الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم في أيام مباركة هي أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقد شرع الله فيها ذبح الأضاحي، فمن لم يضحي هذا اليوم فله أن يضحي إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر قبل غروب الشمس. وكل اليوم وقت ذبح، فله أن يذبح في الليل وله أن يذبح في النهار، والذبح في النهار أفضل. والمشروع في الأضاحي أن يأكل منها المضحي ويتصدق منها، لقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أي كلوا من ضحاياكم وأطعموا منها السائلين وأطعموا منها الفقراء والمتعففين عن المسألة. ومن أكل الأضحية كلها ولم يتصدق منها أو أهداها كلها لشخص غير فقير، فالأبرأ لذمته أن يشتري لحما ويتصدق به على أحد الفقراء. واعلموا أنه يشرع في أيام التشريق الإكثار من التكبير، ولا سيما في أدبار الصلوات المفروضة، والذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. فاشتغلوا بذكر الله تعالى وبسائر الطاعات، وتعاهدوا أرحامكم وسلوا سخائم صدوركم، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. واعتنوا بحشمة نسائكم في لباسهن وحجابهن عند خروجهن من بيوتهن، فإنكم مسؤولون عن أنفسكم وعن أهليكم يوم القيامة. عباد الله، اجتنبوا الإسراف والتبذير، لقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقدموا من الطعام ما يتناسب مع عدد أهل البيت أو الضيوف، وإن زاد شيء فتصدقوا به أو أهدوه، فذلك من شكر النعم، كما أن رميها في المزابل
من كفران النعم. وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي يعفو عن السيئات ويقبل التوبة عن عباده ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وامتثلوا أمره ولا تعصوه، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا وأرحامنا ومشايخنا ومن أحبنا فيك، والمسلمين والمسلمات معهم بفضلك ومنك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واعل بفضلك كلمة الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله